حبيب قلبي لو حد بيعدك بذلك، لان بعض الطلاب لحد امبارح انا عارف ان هي تتقال يعني في مجال الهزار وليس جد. يعني امبارح نزلت سؤال اللي هو بتاع اللي جه في 2023، فبقول لحضرتك ايه، خد بالك السؤال ده حلو ومحتاج يتركز فيه، وجه في 2023 الاقيكم انتوا كلكم سف. طبعا انا اعتبرتها هزار مش حاجه ثانيه. الاقي الناس عماله تكتب لي في التعليقات انزل بالفلاشه، انزل بالفلاشه. طب انت متخيل يعني ان احنا لو كمدرسينك، وطبعا معظم ما شاء الله اساتذتنا كلهم ناس محترمه، فاكر ان احنا هنديك حاجه؟ انا احب اقول لك بقى لحد دلوقتي لو انت لسه مستني الفلاشه هيتعمل معاك الجلاشه والله العظيم. ليه؟ انت بقى طول السنه قاعد ومستني لحد دلوقتي عشان هتغش؟ لا، مفيش فرصه للكلام ده. ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان اللجان تكون محكومه في الامتحان. بص، نسال حاجات كتير، ان الامتحان يكون سهل ويبقى يسير على الكل. بص، دي كلها حاجات مشروعه نطلبها، لكن اطلب من ربنا انه يوفقني في الغش. امبارح انا كنت بتفرج على احدى الصفحات، مش عارف الصفحه دي حقيقيه ولا لا، مكتوب شاومينج بيغش الثانويه عامه. فالمهم يبدو ان هو بيتفقوا كده، فالناس بتكتب له ايه في التعليقات، انا ما اعرفش دي هل ده فيك ولا ده كلام حقيقي. فالمهم هم كاتبين له ايه في التعليقات، كاتبين له على فكره جيب النص ربنا يكرمكم. فهو بيرد عليها هدفنا دايما ارضائكم ونسعد لخدمتكم. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ حرامي والتاني شريكه في السرقه وبيشكروا بعض وبيدعوا لبعض وربنا يوفقنا. انت بتقول ايه يا عمنا؟ انت بتقول ايه يا عمنا؟ الحاجات دي ما بتقالش فيها كده. يعني انا رايح اعصي ربنا فبقول له يا رب وفقني في اللي انا رايح اعمله ده. قال لي اه يا مستر، ما احنا لازم نسال ربنا التوفيق في كل حاجه. يا ابني اتكسف على دمك. مش عارف ابقى انا رايح سارق وغاشش واقول ايه؟ يا رب بقى وفقنا في اللي جاي. ايوه، يعني انت جالك بجد، انت يعني يعني ما فيش حاله من الخزي والعار وانت بتسال السؤال ده وانت بتطلب الطلب ده؟ ايه ده يا اخي؟